واخيرا غيرنا الوضعيه، طلعت على السطح بصراحه عشان عايزين ناكل قصب. هنقعد بقى ايه ناكل قصب، واسيبكم شويه تسمعوا حاجات رائعه من اللي انا هسمعها، يعني اسمعوا معايا من اللي انا هسمعه. فيلا بينا. دلوقتي بقى ايه هعرفكم الطريقه الصحيه لاكل القصب. ايه المهم ما اطولش عليك، قلت اطول ان احنا ايه اشتركنا في البناء المنهجي. تقول لي ايه البناء المنهجي ده؟ هقول لك ده يا سيدي برنامج بيتعمل بقاله كام سنه بصراحه، يعني انا كنت عايز اقدم عليه من وانا في ثانويه عامه. المهم ان هو بيتعمل فبتعرف بقى علوم شرعيه وبتتعلم حاجات عن دينك يعني. فالمفروض ان كل مسلم يبقى مهتم لهذا الامر. المفروض ان هو ايه يشترك. ولو انت شاب زي كده وحلو عايز تهتم بامور دينك، فالمفروض ان انت ايه تشترك. تقول له اشترك ازاي؟ يقول لك ابعت لك اللينك يا باشا، حطه في الكومنتات. ماشي، انا مش برمي والله، انا حاطط بتاعي هنا بلم فيها وهرمي كلهم في الباسكت بعد كده. المهم فاحنا بما اننا قاعدين كده هنسمع ايه المحاضرة الأولى نزلت، فهنسمعها. وأنت لما تشترك بسمع المحاضرة الأولى ها؟ وهتفوت وتراكم. تراكمات ملهاش عزيز. ماشي، يلا بينا. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. لك الحمد لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. يا أهلا وسهلا بالشباب، حياكم الله. هذا اللقاء وهذا الدرس هو من أهم الدروس اللي ممكن تأخذونها. هذا الموضوع متعلق بالمسيرة التعبدية للإنسان طول حياته، ولذلك يعني أعطوني كذا تركيزكم إلى أبعد مدى، ولنحسن جميعا نوايانا في تلقي هذا الكلام، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به. تمام؟ اتفقنا؟ تمام. طيب ما علينا بقى، بسمعوا انتوا البتاع، انا اسمع مع نفسي بصراحة. بسمعوا، يعني هوريتكم مقدمة ايه. بسمعوا بقى. أول درس بيقول تعلمنا الإيمان. ماشي، دوموا بقى دوموا، مش هطول بصراحة. وهكذا عدنا من جديد. نزلت من السطح، غيرت هدومي عشان كان التراب بهدلها. المهم ان انا اتبعت لي الايميل بتاع التربيه العسكريه 26 واحد لغايه يوم 6/2 ان شاء الله. فيعني الجامعه مش رحمانه، ولكن خير باذن الله تعالى. غير موضوع التربيه العسكريه، انا ممكن والله اثبت دي زاويه تصوير، يعني حاسسها رائع والله، عجباني جدا جدا جدا. لا وانا شعري طول بقى ايه، فالتربيه العسكريه جت قالت لي ايه هتحلق شعرك ودقنك، ويعني خير ماشي، خير 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 وحلوه. والله انا ممكن اعتمد دي بعد كده. ماشي، يلا نشوف عنوان هذا الفلوج. صباح الخير، كيف الحال؟ صحينا، انا يعني صحيت من شويه نص ساعه كده، قلت افطر وبتاع. لسه اقل من 24 ساعه على امتحان ماده بكره، اخر ماده الحمد لله، الساعه 11 ونص، وانا امتحاني بكره الساعه 10. فيعني كده لسه كام؟ لسه 22 ساعه ونص. يلا نشوف هنعمل فيهم ايه، يا رب اكون قلتهم صح بس. ف يلا بينا. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الموقع هذا وطالب بعمل أغنية بدون موسيقى للقهوة. اشمعنى الشاي؟ قالوا الشاي يظبط المزاج، اشمعنى القهوة؟ مع ان القهوة في هذه الأيام أهم من الشاي وبنستعملها أكتر من الشاي. ده ظلم واضح وباين للقهوة. ماشي، يلا. طبعا هتقولي لابس أزرق ليه؟ عشان الأزرق على الأسد بيمنع الحسد، مش عشان كده بصراحة يعني. سبحان الله، وهنا كل أعوذ برب الفلق. سبحان الله، ماشي معايا. المهم ان انا رايق وفايق وجميل كده ومسمسم وحلو، ففكرت في فكرة الفيديو بتاع النهاردة. فقلت يا ترى هل ترى نتكلم عن ايه في فلوج ده،
وخاصة ان احنا اخر فلوج شرخ خد معايا نص ساعة. يعني لو انتم ملاحظين تصاعديا، انا اول فلوج كان 7 دقايق، بعد كده وصلنا مش عارف 14 ولا 15 و15 ثانية انا فاكره ده. بعد كده مرة واحدة تلاقيت ايه 19، بعد كده مش عارف 20، بعد كده 29. فاللي هو ايه يا ابني، في ايه يا ابني؟ مش كده مش كده يا ابني، الناس يعني بتمل. ان شاء الله ده ايه يبقى حوالي ساعة الا ربع. ما هو ده التصاعدي بقى، ما انت هتمشي ماشي خلاص، مش قلش تاني بس ماشي. بعد تفكير عميق خد مني دقيقتين تلاتة كده، فقررت ان محتوى الفيديو ده هيبقى نعمل ايه في الاجازة، بما اننا داخلين على اجازة نصف العام. في خلاص ناس خدتها مبروك. وفي ناس يعني انا اصلا ممكن انزل الفيديو ده بعد ما انا رسميا ابقى خدت الاجازة، وفي ناس لسه تاخدها يعني الاجازة وكده. فهنشوف هنعمل ايه. انا بالنسبه لي اجازتي هتبقى تربيه عسكريه، فلازم يبقى في حاجه تانية. انا بصراحه ناوي اخدها راحه، يعني ولا هقرا كتب ولا مش عارف ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه. انا ناوي اخدها راحه استريح، ما اخدها كاجازه عادي. في فيديو على فكره ازاي تستغل الاجازه على الانستا، بسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن او في الكومنتات. بس الفيديو ده لاجازه اخر العام، يعني الاجازه الطويله الكبيره الحلوه الجميله دي. لكن اجازه نص السنه بتبقى اسبوعين كده يا دوبك، يعني حتى عايزين نبقى نعمل حاجه ايه تنفع للناس العادية وتنفع لثانوية عامة وكده يعني. ماشي مع ثانوية عامة دول غير الناس العاديين. ماشي. فكده يعني، فهنشوف كده هنعمل ايه. ممكن نفكر يعني في حاجة حلوة كده تفيد الناس وتساعدهم يعملوا حاجات حلوة في الأجازة. المهم ان ده أول ترم في الجامعة، يعني خلصنا خلاص أول ترم يعتبر. عارف في ايه احاسيس كده مختلطة ومختلفة، اللي هو يعني خلصنا اول ترم وانت بتعيش دلوقتي دعوات العام الماضي. خلصنا اول ترم من طب، من علاج طبيعي يعني، فالميديكال فيلد يعني عموما. فايه احساسك؟ فاهم؟ ما انت زمان كنت ثانوية عامة، دلوقتي بتاخد اجازتك وانت خلصت الحمد لله دكتور ومش عارف ايه والكلام ده كله. فايه احساسك؟ ده تحس ان هو عدى بسرعة قوي. الناس اللي في ثانوية عامة هتلاقي تحس ان السنة كلها عدت برضه طيران كده. انت عانيت فيها ومش عارف ايه، بس تحس انها برضه عدت بسرعة وهتخش على السنة اللي بعدها ولا اي حاجة. وبعدين خلي بالك ان انت يعني ثانوية عامة، انا حاسس ان انا خلصت ثانوية عامة الجامعة لازقة فيها على طول. ما اصل انت يعني بتفضل توتر ثانوية عامة، بعد كده النتيجة، بعد كده التنسيق، بعد كده الكلية، بعد كده طب يا ترى طب هعمل ايه، طب اخش كذا، طب مش عارف وما الى ذلك بقى. فاللي هو يعني كله لازق في بعض. فحاول تستمتع، يعني حاول تريح لك كده كل فترة، تريح لك يومين كده على الأقل. الفلوجات بجد خلتني أكتشف إن أنا رغاي يعني بقعد أتكلم الاقي الفيديو شرخ مني بجد. بس المهم إن السنة بجد عدت أو الترم عدى يعني الحمد لله بلطف وكرم ربنا وتوفيقه لينا، مش باجتهادنا ولا أي حاجة والله. فربنا يوفقنا يا رب والنتيجة تبقى مرضية إن شاء الله. العيش هزين، فيلا نتوضى عشان ننزل نصلي. يلا بينا. موبايل 3%. شفتوا انا متعود ازاي امسك الموبايل ازاي؟ يعني بنحاول نشيل الرهبه بتاعت ان انا ما كنتش بعرف امسكه، ببقى ماسكه من هنا كده، ماسكه ورافعه. رايح اجيب كشري عشان ما اتغديتش، رايح اجيب كشري وتوست بقى، عارفين توست. المهم الموبايل اصلا هيفصل وانا بصور، بس الانسان اشتاق والله للصلاه في المسجد. الاستاذ المحترم اللي بقول له تعالى معايا البناء المنهجي يقول لي ما تعرفوش ازاي؟ ما سايب لك اللينك يا حبيبي تحت، شوف افتح يا حبيبي اللينك هتلاقيه تحت كده، واعرف يعني ايه بناء منهجي وتعالى معايا ناخده. ما ده الموسم السادس، تعالى ناخده سوا يا باشا، علشان تتفقه في دينك وتعرف عن دينك الحاجات الاساسيه اللي المفروض اي مسلم يعرفها. اول درس نزل، ماشي، اول درس نزل، فانا عايزك تسمع يعني تخش على صفحة التليجرام في نهاية الفورم كده هتلاقيها، وتسجل يا باشا وتسمع اول درس عشان ربنا يجعله في ميزان حسنات انا وانت. ماشي. كلموني قالوا لي ان شاء الله يعني كان في مؤتمر كده، المؤتمر اللي انا قلت لكم عليه اللي حضرناه سوا وموجود في الفلوج الرابع تقريبا. المهم ان احنا في صوره المفروض نصورها بقى مع العميده بالشهاده بتاعت المؤتمر، فقلت احضرها فطلعت، فلقيت بقيه الشهادات بقى والدرع، فقلت ما تعالوا نتذكر الحاجات دي. بصراحه انا نفسي قوي احط الدرع ده، لو انت شفت الفلوج اللي فات هتفهمني. البتاع اللي هو ورايا اللي انا قلت لكم احط فيه الكاميرا دي هتبقى من اول الحاجات اللي هحطها في الباك جراوند اللي هتبقى موجوده عندي ان شاء الله. فالدرع ده برضو من الحاجات اللي انا عايز احطها، بس يعني هو يجي بس الباك جراوند دي تبقى موجوده وانا يعني احطها. وبص يعني هعمل احلى شغل بس تيجي بس. وبالمناسبه صحيح انا قررت ان انا اجيب مايك، فانتظروا ان شاء الله المايك. واللي عايز يساعد او يساهم في اي حاجه من الحاجات بتاعه القناه ان شاء الله هنفتح الباب ده ان شاء الله قريبا عادي. وساعد يا حبيبي عادي يعني، ماشي، بسيب لكم رقم اللي عايز يساعد يعني، مفيش مشاكل خالص، عادي جدا تساعد مادام
حاجه ان شاء الله يعني تبقى على خير. عجباني أوي الشهاده، جميله الشهاده، ماشي ان شاء الله الاولى ومش الاخيره مع الكليه. بص بقى يا صديقي، عندنا ايه مجموعه الشباب بتاعتي. كنت انا مقدم على منحه يو اس ايد سكولارشيب لو انتوا تعرفوها، واتقابلت فيها بس انا اللي رفضتها يعني عشان كانت جايه لي حاجه غير اللي انا عايزها. المهم يعني كنت جايب كل الشهادات بتاعتي. فالشهاده دي من الاكاديميه اللي هي ادتني الدرع ده. برضو كانت مسابقه على التيك توك، فيديو كده هادف يعني تعمله مش عارف ايه. كسبت فيه انا وبنت، بس احنا الاثنين اللي كسبنا على مستوى المسابقه كلها يعني. كان في لجنه تقييم وبتاع مش عارف ايه، واتكرمت وصورت مع العميد. بس مش عارف ليه ما نزلوش الصوره لغايه دلوقتي. والله قعدت استنى، ما رضيتش انزل ان انا اتكرمت غير لما ينزلها العميد وتنزل على الصفحه الرسميه بتاعت الاكاديميه، بس ما نزلتش. مش نصيب بقى. بتاعت ايه كليه اللغات والتواصل، لانجويج اند كوميونيكيشن، اللي هي الأرب أكاديمي فور ساينس تكنولوجي أند ترانسبورت والنقل. ماشي. الشهادات دي كلها من وأنا صغير، دي كلها يعني مش عارف مدرسة ايه ومدرسة ايه ومدرسة ايه. مدرسة الكفراوي، هقول عادي اسماء. انا كنت في الكفراوي يا جدعان، الكفراوي اللغة اللي في دمياط الجديدة، وخالد بن الوليد. نقلت انا في تانية اعدادي، نفس الإضاءة تظبط مش عارف ليه كل شوية تروح. ما علينا. دي برضو دي الطالب المثالي على مستوى الإدارة. نور المعارف بقى، نور المعارف دي مدرسة الثانوية في دمياط الجديدة. بنيت ذكريات كتيرة قوي في المدرسة دي بجد. المدرسة دي يعني لسه باكن ليها كل الاحترام والله. والمدير مدرستي استاذ حمدي عبد المقصود. ده كله والله من مشاركتي في الاتحاد. يعني انا لما دخلت الاتحاد، اتحاد الطلبة، كل الحاجات دي بقى من مشاركتي في الاتحاد. بقيت الطالب المثالي بقى ومش عارف ايه، وعرفنا الكلام ده كله يعني بس في مرحلة الثانوي. عشان كده بنقول استغلوا مرحلة ثانوي وبعد كده مرحلة الجامعة. انا اهم مرحلة الثانوي ولا الجامعة بقول لك بقى في فيديو تاني. دي شهادة تقدير، دي من جامعة دمياط كلية الحاسبات والمعلومات. كان مؤتمر عاملينه احنا كاتحاد طلاب، واهو كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة دمياط محمود أيمن خضر. ودي شهادة رياضية، دي شهادة من شباب ورياضة. بصوا بقى الشهادات دي، استنى اوريكم كده. بصوا بقى الشهادات دي شباب ورياضة. ده كان معسكر في بورسعيد، كان حتة معسكر أو 3 أيام كان حتة معسكر ولا أروع. بصوا بقى دي، استنى اوريك حاجة. دي الشهادات دي من جامعة دمياط، وكنت انا لسه في ثانوي. انجليش واتش ار واي سي دي ال وبروجكت مانجمنت واداره مشروعات. دي كلها يعني دي كلها من وانت ايه لسه في ثانوي. دي تبع المناخ، غرفة اعمال ثانوية عامة. الشهادة دي من اواخر الشهادات اللي خدتها من صناع الحياة، ان شاء الله مش الاخيرة يعني. بصوا بقى الشهادة دي كانت عشان انا مقرر علمي محافظة دمياط. الشهادة دي برضو دي كانت ايه، دي كانت من مدير الإدارة مخصوص ليا بدون أي مناسبة. يسر مدير عام الإدارة وقسم تعليم الثانوي بالإدارة أن يتقدم خالص شكر التقدير للطالب محمود أيمن خضر بمدرسة نور المعارف الثانوية المشتركة لتميز الأخلاق والعلم ومساهمته المتميزة في العديد من الأنشطة مع خالص النيات. الإنسان لازم يذكر نفسه باجتهاداته، بإن هو بس دلوقتي في فترة انتكاسة يمكن إن يجي منه إن هو شخص كويس، إن هو في نجاحات كتيرة سواء مش واخد باله، بس ليه نجاحات كتيرة ولسه هيبقى له بس يستمر في السعي، ما يقفش ولا يسيب نفسه. يعني عايزين نربي انفسنا والله، عايزين نربي انفسنا والله. ان انا حاسس ان انا فعلا محتاج اربي نفسي وافوقها من اللي هي فيه. فعلى الله على الله على الله. ماشي كده، ماشي. جهزنا الشهادة، نعين بقى بقيت كل هذه الحاجات والدرع وده كله عشان ايه؟ عشان الحسد. الشهادات دي ناقصة على فكرة، الشهادات دي ناقصة في كده حاجات لسه انا سبتها هناك في دمياط تقريبا، بس يعني خير. ماشي. المهم ان انت في فترة الثانوية او في فترة الجامعة احضر مؤتمرات، اعرف شغفك، روح وتعالى وخليك ايه من النوع اللي بيتحرك كتير ده. انا بحب اللي بيتحرك كتير، بحب الناس الاكتف اللي بتحاول تستفيد على قدر الامكان من المرحله العمريه اللي هي فيها. ما تضيعش اي مرحله عمريه انت فيها. ما تخرجش من الجامعه كانك زي ما دخلت زي ما خرجت. اخرج وانت مستفيد حاجات، اخرج وانت كسبان حاجات. ظبطنا حاجاتنا، نقعد نذاكر بقى عشان اخر ماده وناخد الاجازه وينتهي الترم الاول وندخل على التربيه العسكريه ونخلص خالص ان شاء الله الترم على خير. صباح اخر يوم امتحانات، رايح الامتحان خلاص اهو. الساعة 9 لسه ساعة. خلص على خير يا رب ان شاء الله، اخر امتحان في الترم، فربنا يوفق ويعين يا رب. ونشوف بقى هنعمل ايه في اليوم ده. هبقى اخدكم معايا، يا رب افتكر ان انا اصور، بس هبقى اخدكم معايا كده ويلا بينا مع محمود خضر. ماشي تعال. يلا داخلين الامتحان خير ان شاء الله.
بالك ولا صور انت مش واخد بالك؟ لا صور وانا مش واخد بالي واعمل لك كده. اهو انا بص ولا كانك واخد بالك اهو ماشي. يلا. علينا امتحان. وانا مروح يعني خلصت امتحانات الحمد لله، بس ما عرفتش ادور في الجامعه يعني. المهم انا خلصت ومروح في المترو، قابلت شاب محترم جميل قوي بيدعمني وقال لي اعمل لك اشتراك، وعمل لي اشتراك وخدت رقمه على الزوم. في ثالثه ثانوي يا جماعه ادبي، ادعوا له بالتوفيق والسداد. الراجل ده ان شاء الله يبقى حاجه كبيره، وانا يعني انا عندي كلامي، انا عندي كلامي وواثق فيه جدا. هو محمود خضر. ان شاء الله السنه الجايه نيجي نشوف حازم يجي يشوف الفيديو ده ويعمل كومنت ويقول لي هو داخل كليه ايه. ماشي ان شاء الله. ان شاء الله خير يعني. ان شاء الله لغات وترجمه يا جماعه، ان شاء الله. ان شاء الله يا رب ربنا يكتب لك الخير ليك ان شاء الله يا رب. محدش عارف الخير فيه، فربنا يكتب لك الخير. وادعوا له يا جماعه، ونورت الفيديو والله. ما بقتش احساس الاجازه زي زمان يعني. عارف لما كنت انت عيل صغير تاخد الاجازه وفرحان بقى وبتاع، لا كبرت وعرفت ان لسه في ترم تاني ولسه في نتيجه ولسه يعني ايه، بقيت انشغالاتك اكتر عن الاول، منشغل وبقيت مش فاضي زي الاول. فمبقتش بتفرح قوي يعني بالاجازه دي. هي ايه، استراحه محارب يعني زي ما بيقولوا، ولسه هترجع وتكمل الطريق يعني. فاجازه هنشوف بقى هنعمل ايه فيها، ونقول لكم ان شاء الله هنعمل ايه عشان نشارك ده معاكم، ويمكن نديكم اقتراحات ولا حاجه. بالنسبه لبتوع ثانويه عامه، فانت راجع وظبط منهجك، لو متراكم عليك حاجه لمها في الايام دي. بالنسبه للناس اللي في الكليات او اللي انت خلصت يعني تانية اعدادي تانية ثانوي، الناس دي كلها استمتع باجازتك وكده، وما تبصش في الدراسه خالص، هي اجازه فخدها اجازه. بعد كده ان شاء الله يعني وقت الدراسه ادرس يا حبيبي واشتغل واشتغل يعني كدراسه، اشتغل في قصدي اشتغل على المنهج يعني جامد وكده. بس خير، ارجع البيت واغير هدومي كده ونشوف هنعمل ايه بقى في الاجازه. واول يوم اجازه والحمد لله كفاره يعني، وخلاص تم تحرير يوم تحرير العبيد. بص كده اللقطه دي، بص استنى بس ثانيه. اولى يا جماعه جه. السلام عليكم. رجعت من الامتحان عايز انام، يحصل ايه بقى؟ نلاقي مين بقى جاي؟ مين جاي؟ مك جاي تصحيني، وايه ما لحقتش انا لسه بعمل كده اهو، بس كده اهو عشان خدت الاجازه. نلاقي مكه ومين ومالك. تعالوا بقى ننام يا ولاد، تعالوا ننام بقى يا ولاد، تعالوا ننام يا ولاد. تعالي بس، انت عايزه تنام، انا حاسس بيك، تعالي بس امشي. اجيب لاولاد خالي حاجه حلوه واجيب لنفسي حاجه حلوه. اصرف بقى، ما انت واخد اجازه بقى، اصرف. يلا عشان بصراحه بحب اشوفهم مبسوطين. المحل اللي على اول الشارع ما لقيتش غير واحده بس اللي فيه، وانا عايز اجيب 6 بالظبط يعني، فما لقيتش غير واحده. راح محل تاني اجيب 6 بقى كاملين على بعض. حلوه جميله مبسوطه يعني. صحينا، احساس ان انت صاحي مش وراك حاجه ده وفاضي، احساس سيء يا جماعه. مش احساس حلو. عايز يعني انا حياتي خلاص كنت اتعودت عليها، بنزل محاضرات مش عارف ايه، ورايا امتحان اقعد زي كده. لكن دلوقتي انا فاضي والفضا وحش يا جماعه بجد. اللي انشغلنا ياما بجد، عارف اعمل ايه اصلا يعني. لسه عايزين نعمل بروجرام الاجازه كده، يلا نتفرج على البودكاست.